السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي اللي هي قناة كويزين تيتيش. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، تكون اموركم كلها مزيانة يا رب، وكل ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي يحققوا لكم. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو اللي هو خفيف ظريف، جيتكم بغديوه اللي بسيطه وممكن اي واحد يعرف يحضرها. انا دائما اي حاجه كنشاركها معكم فقط كنشارك معكم شنو صوبت، وفي نفس الوقت كاينين مبتدئات اللي شحال من حاجه ما تعرفوهاش عادي، يعني كيكتشفوا شحال من حاجه. اليوم جيتكم بالسفه المدفونه، صراحه كتجي زوينه زوينه وبطريقه اللي هي مبسطه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. فقط تبعوا الفيديو للاخير وما تنسونيش من تشجيعكم الى عجبكم بطبيعه الحال الفيديو في الاخير، وندوزو نشوفوا الطريقه. وبسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا كميه من الدجاج اللي هو بطبيعه الحال موصول وغادي نقطرو. كيبقى الكميه ديال الدجاج على حسب عدد افراد الاسره. صافي غادي ناخدو غادي نديرو في واحد الطاوه اولا كوكوط، مهم نتوما طيبوا، من الاحسن ديروا غير شي طاوه. وغادي نضيف له عندي هنايا واحد 3 ديال البصلات اولا 4. هذه عندي البصله ديك الخضاريه حيتاش صغيورين داكشي باش درتها. لا ديروا وحيده اولا جوج هكا، وحيده كبيبره اولا جوج متوسطين اللي قطعتهم رقاق. انا درتهم في الهاشوار. وعندي تما 3 ديال الفصوص ديال الثوم اللي هما مهروسين. وغادي ندير هنا معلقه صغيره عامره من سكينجبير اي الزنجبيل. وغادي ندير هنايا نص معلقه صغيره من الخرقوم البلدي. وغادي ندير الملح، انا ما كثرتوش هنا لحقاش الدجاج كان عندي مرقد مده طويله في الملحه، ومازال غادي ندير له الحامض المصير، دونك ما بغيتش نكمل بزاف ما بغيتش ندير بزاف د الملحه. درت شويه ديال الابزار وغادي ندير القرفه. درت هذه مطحونه اولا ديروا عويدات ديال القرفه الا توفروا عندكم. صافي وغادي نضيف هنايا تقريبا واحد 4 ديال المعالق من زيت الزيتون. ودرت هنايا واحد جوج معالق اولا 3 من الزيت النباتيه. المهم نديروا هكا ربيع كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه. ودرت معلقه صغيره من السمن. ودرت واحد الطامه ديال الزعفران الحر. صافي غادي نخلط دوك المكونات كاملين باش ديك العطريه كتشرب لي في الدجاج، وغنردها على النار اللي غنقاس عليها وغادي نخليها تشحر، يعني نخليها وهي منقوصه حتى كتطلق داك الماء ديالها. وضروري تتقلى لنا شويه ديك البصيله. هنا بالنسبه للشعريه ديال السفه ديالنا، انا عندي هاد النوعيه هذه عندي فيها 500 غرام يعني نص كيلو. كناخدها وكنديرها في واحد القصيعه اولا القصريه، وغادي ندير ليها واحد 3 ديال المعالق من الزيت النباتيه. المهم كتبقى على حسب الكميه شحال درتو، دائما يعني الكميه كتبقى على حسب نتوما والعدد الافراد الاسره ديالكم. صافي غادي نحاول هكاك نلبسها بديك الزيت كامله، ضروري ضروري كامله، يعني تقاس لها ديك، يعني تقاس بديك الزويته كامله. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكسكاس اللي درت فيه ماء اللي هو مغلي، وغادي نديرها في الكسكاس وغادي نردها حتى كتفور. هنا في هذه المرحله الاولى يعني غادي نطيبوها على 3 ديال المراحل. هنايا من بعد ديك المريقه شو ديك الدجاج ديالنا راه كيطلق المريقه ديالو، زدت له واحد شويه د الماء ودرت له ربيطه ديال القزبور المعدنوس. صافي ما كنكثرولوش الماء، غادي نخليه حتى كيطيب. هنا كنت وريتكم بالنسبه للشعريه باش كنعرفوها اننا غنحيدوها، يعني غير كتبدا تفور واحد 5 دقائق كنحيدوها كنشوفوها هكا بحال دوك كتشوك هكا كتطلع ديك الشعريه كدير لنا هكا دوك كتشوك لينا. المهم نتمنى تفهموني. كنحيدوها وكنرجع عليها، كناخذ واحد البول كما شفتوا الفيديو راه شارح نفسه. كنرجع عليها داك الماء اللي كانت كتغلى فيه كنخويه عليها. صافي ملي كنخوي عليها كنردها في القصيعه ديالي، وغادي نحاول هكا نبقى نطلقها يعني نفكها هكا. يا اما هنا كتكون سخونه ما تقدروش ديروا يديكم، درتها بالمعلقه هكا ديال الخشب، اولا غادي ندير فورشيط اللي غادي تطلق لي فيها اللي غادي تفكها لي مزيان، ولا كديروا يديداتكم فاش كتكون هكا شي شويه دفات. صافي وغادي نحاول كيف ما قلت لكم نطلقها وغادي نعاود نرجعها. من بعد ما كنحس بها صافي تطلقات غادي نعاود نرجعها للكسكاس للمره الثانيه. وصافي كنكونوا رادين داك يعني الكسكاس ديالنا راه الماء ديالو كيغلي، وغادي نعاود نرجعها
المره الثانيه كيف ما قلت لكم غادي نفوروها لثلاثه ديال المرات. هنايا كنوريكم بالنسبه للمريقه ديالنا، ها هي راها غادا زعما وكتختار. صراحه جات واحد المريقه معلكه زوينه، ما نقول لكمش عليها. صافي كنشوفوها هكايا تدغمرات كنطفيو عليها. هنا المره الثانيه غادي نديرو نفس الطريقه، غادي نخوي عليه هذاك الماء الغليان كامله، نحاول هكا يعني نوصلها له كامله، وغادي نحاول هكا نبقى نحركها شويه بشويه، وغادي نديرو نفس الطريقه نرجعها القصريه. المهم انا حاولت تعمدت انني ندير معكم الطرق بثلاثه كيف ما كنقول لكم. بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوش يصاوبوها ولا اول مره غتصاوبها، اما تبارك الله راه كاينين امهات تيخرجوا من يديهم غير العسل كيف ما كنقولوا، يعني تبارك الله معلمين بزاف ديال الحاجات. انا فقط كنحاول نشارك معكم اي حاجه درتها. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه الظل على قلوبكم. وهنا كيف ما شفتوا رجعتها المره الثانيه. دابا صافي هنا كيف ما شفتوا هاد المريقه ديالنا راه تدغمرات كتجي رائعه. طفيت عليها وغادي نخليها هكا على جنب. غادي نحاول نحيد من بعد غير داك الدجاج. انا غادي ندير الدجاج يكون يعني ممكن ديروا الدجاج تخليوه هكا مرصويات كبار، كل واحد وشنو كيبغي، اولا كتقطعوه هكايا يعني نقطعوه طريفات صغيورين. انايا غادي نقطعوه غنفرتو كيف ما كنقولوا، ما غاديش نخليه هكا مرصويات كبار. حسن يعني فاش كتجي تاكل كتلقى هكا الطريفات ديال الدجاج بلا ما تحتاج عاد تقطعي منه. صافي غادي نحيد داك الدجاج كامل وغادي نديرو هكا في واحد الشبيكه، وغادي نخلي مريقه كيما شفتوا راه جاتنا صراحه زوينه. غادي نخليها على جنب ديك التغميره ديالنا كتجي مدغمره، وغادي ناخذ داك الدجاج غادي نفتتو كامل وغادي نخليه على جنب. غادي ندوزو بالنسبه للتفويره الثالثه. هنايا غادي هذه هي التفويره الثالثه ديالنا والاخيره. هنايا كيف ما شفتوا درتها هكا في القصيعه. هنا ما عاودتش خويت عليها الماء، درتها نيشان في القصعه. وغادي ندير لها كاس ديال كاس عامر من الحليب. غندير لها كاس عامر من الحليب، اولا ممكن ديروا النيدو الا توفر عندكم، اولا الحليب حتى هو كيجي زوين. غادي ندير واحد شويه ديال الملحه. وهنايا عندي الزبيب اللي كنكونوا مرقدينه من قبل. انا هنايا كان يلاه جاني، كان ما عنديش ويلاه جاني هذاك الشيء باش عاد دابا درتو يترقد. درت له الماء سخون وخليته حتى كي يطلق واحد شي شويه. نتوما ديروه من الاول الا كان عندكم وخليوه حتى كتحتاجوه تلقاوه واجد وطالق لكم مزيان. وكما شفتوا درتو هكاك في القعر ديال في التحت ديال الكسكاس، وزدت عليه ديك الشعريه ديالي صافي ورديتها. غادي تفور، ما غاديش تاخذ لي الوقت بزاف. غير تشوفوها كتفور هكا 5 دقائق ما كاملاش كنحيدوها لانها صافي كتكون وجدات معنا. وهذه هي اخر مرحله. صافي يعني هنايا راه واجده عندنا. كنلقاو داك الزبيب ديالنا حتى هو راه طايب، وكنحاولوا هكايا نفتتو اولا نحاولوا هكا بيدينا اولا بالمعلقه. كنحاولوا هكا نحلو ديك الشعريه ديالنا. غادي نضيف ليها معلقه كبيره من الزبده حيوانيه اولا شنو ما توفر عندكم. هو دائما الحيوانيه كيكون فيها مذاق احسن. وغادي ندير لها واحد المعلقه كبيره من السكر كلاصي. صافي وغادي نحاول هكا نحركها مزيان حتى كتذوب ليا ديك الزبده وكتكون واجده معنا. كندوزو كنقدموها في الطبسيل ديالنا. التقديم انا بالنسبه للتقديم قدمتها يعني بطريقه اللي هي عاديه جدا. حنا يعني كيف ما قلت لكم يعني وجدتها غير حنا مالين الدار بيناتنا. درتها غير في طبيسيل ودرت لها تقديم اللي هو عادي يعني. فاش كيكونوا هكا عندنا شي ضياف ولا شي حاجه كاينين بزاف ديال الطرق ديال التقديم الا بغينا نديروها بطريقه هكا بريستيج. فيعني كاينين بزاف ديال الطرق. فانا هنايا اكتفيت غير درت ليها تقديم اللي هو بسيط، نتمنى تقبلوا عليه. صافي كندير الطبقه الاولى من الشعريه ديالي، كندير التغميره وكندير عليها داك الدجاج. وانا غادا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. صراحه جات زوينه زوينه بزاف، عجبات مالين الدار بزاف. نتمنى حتى نتوما الطريقه ديالي تكون عجباتكم وتشجعوني في اخر الفيديو.
وهنا كيف ما شفتوا من بعد غادي ندير لها هكا اللي تزيين اللي هو معروف وتقليدي ديالنا. درت لها شويه ديال السكر كلاصي الفوق، ودرت لها هكا خطيطات ديال القرفه، وصافي غادي نزيد ليها شي شويه ديال الكركاع اولا ديروا اللوز. انا شنو ما توفر عندي درت لها كركاع هكا طحنته شويه وقدمتها بصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وقبلوا عليا. كيف ما قلت لكم هذا تقديم اللي هو بسيط، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. صراحه جات زوينه بزاف في المذاق ديالها. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تشجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم باش كتشجعوني انني دائما تنقول لكم بالتشجيع ديالكم هو اللي كيخليني انني ما نفشلش ونزيد نبارطاجي معكم اي وصفه. وكنشكر دائما الناس اللي كيخليو لي هضيرات زوينين. بسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.